مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ مسؤوليتك تجاه نفسك او نفسك مسؤوليتك، ايا ما كان التعبير. احنا مسؤوليتنا تجاه نفسنا بتتجاوز المظهر وبتتجاوز الاهداف المادية. المسؤولية بتبدأ من الداخل، المسؤولية بتبدأ من الداخل. عمق التغيير بيبدأ من الداخل، عمق الوعي بيبدأ من الداخل. كل فكرة، كل شعور بنعيشه يؤثر بشكل مباشر على جودة حياتنا وصحتنا النفسية. أنت دائما المنقذ لنفسك، أنت دائما المنقذ لصحتك النفسية، أنت النور لنفسك. صحتك النفسية هي أعظم أمانة تحملها تجاه نفسك. أنت الذي تصنع السعادة لنفسك، وأنت اللي بتزيل كل المشاكل وكل الصعاب من حياتك بإيدك أنت. نفسيتك مش مسؤولية حد، مش مسؤولية الظروف ولا مسؤولية الأشخاص. تعلم أن تكون حاضرا في الوقت الحاضر، تعلم أن تقول لا لكل ما يستنزف طاقتك ولكل مشكلة ملهاش حل عندك. أنت لست ضحية الماضي ولا أسير الظروف، أنت نتاج رحلتك. شجاعتك في تغيير أفكارك ومواجهة وإن احنا نواجه الصعاب هو من يصنع الفرق في رحلتك. أنت المسؤول عن نفسك، إحنا المسؤولين عن نفسنا. أنا الفاعل من الآن، ده منهج جديد في الحياة. أنا المسؤول. تستحق أن تعيش في سلام وسعادة حقيقية. يبقى إحنا المسؤولين عن سعادتنا. طيب، أول حاجة بقى، كيف نبدأ الاستماع إلى نفسنا؟ هنخصص وقت للتأمل والهدوء، هنسمع أفكارنا ومشاعرنا كويس جدا، هيساعدنا الوصول إلى عمقها. هنخصص وقت في اليوم إن احنا هدوء تام بعيد عن أي ضغوط خارجية، هنوصل لعمق مشاعرنا وأفكارنا. هندون الأفكار دي، هندونها. الكتابة هي من أحسن الوسائل للاستماع إلى نفسك. عندما تكون هتكتب وهتشوف ايه اللي بيدور في عقلك وتكتشف بقى ايه اللي انت عايز تعمله فعلا. هتلاحظهم كويس وبالتالي هتعرف تلبيهم. الانتباه لجسمك، شوف الاشارات اللي بيقولوها لك جسمك ايه. هل يا ترى انت بتشعر بالتوتر والقلق؟ انتبه لجسمك. ضربات قلبك هتبقى عالية. في وجع في معدتك، يبقى انت عندك افكار سلبية كتير قوي بتأثر عليك. عندك صداع مستمر، يبقى انت عندك تفكير مفرط. لازم ننتبه لجسمنا. استمع لحدثك جيدا. في شعور داخلي كده بيجيلك في وقت معين، اتعلم ان انت تصدقه، اتعلم ان انت تصدقه، لانه في العادة يشير الى ما تحتاجه في اللحظة دي. كن صادقا مع نفسك. لما هتبقى صادق وصريح مع نفسك هتبقى عارف احتياجاتك وبالتالي قادر تلبيها، وهو ده الطريق الصحيح للسلام الداخلي. ايه كمان؟ هنغير بقى من ايه افكارنا. اول خطوات التغيير هو الاستماع الى نفسك. استمع لنفسك جيدا وحاول تلبي احتياجاتك الشخصية والعاطفية بشكل صحي. طب ليه الاستماع لنفسي مهم يا كوتش إيمان؟ لانه بيفهمنا مشاعرنا وافكارنا. مهم جدا ان انا استمع لنفسي عشان افهم مشاعري وافكاري بطريقة عميقة. وعندما نكون مدركين لمشاعرنا افكارنا هنعرف السبب الحقيقي لمشاعر حزن، مشاعر قلق، مشاعر غضب، واقدر احلها بطريقة صحية. اتخاذ قرارات مدروسة، ان انا هاخد قرارات مبنية على خطط صح، سواء على مستوى العمل او في العلاقات او في حياتنا اليومية. يمكننا ان نتخذ قرارات تتماشى مع قيمك واحتياجاتك بدلا من اتخاذ قرارات خاطئة بناء على ضغط خارجي. ثالث حاجة، تعزيز الصحة النفسية. عندما تكون قادر على تحديد احتياجاتك، سواء كانت احتياجات عاطفية او مساحة للتفكير مع نفسك، فإنك بذلك تخلق تواصل. هتقدر تكون متواصل مع نفسك وهتخلق بيئة صحية نفسية. إن الاستماع إلى نفسك يساعدك على تقبل مشاعرك دون أحكام
ويعزز شعورك بالسلام الداخلي. التواصل الفعال مع الآخرين، لما هكون متواصل مع نفسي هقدر أتواصل بشكل جيد جدا 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 مع الآخرين، وبالتالي هوصل لسلام داخلي مع نفسي. ويمكنني من بناء علاقات صحيحة وسوية في كافة المحيطات، سواء علاقات صداقة، سواء علاقات زواج، سواء علاقات حب، سواء علاقات أسرية، الأب مع بنته أو الابن مع أبوه، أو علاقات جيرة. كل العلاقات هتبقى علاقات متوازنة وصحية. في تمرين مهم جدا جدا لتقييم مشاعرك اليومية. أول حاجة في التمرين، ما هو الشعور الذي يسيطر عليك اليوم؟ ونحدد الشعور كويس، هل هو الفرح أو الحزن أو القلق أو الحماس؟ تاني حاجة، ما الذي تسبب في هذا الشعور؟ حدث معين أو شخص أو فكرة أو موقف. كيف تفاعلت مع هذا الشعور؟ كيف تفاعلت مع هذا الشعور؟ هل عبرت عنه أو تجاهلته أو تعاملت معاه بشكل إيجابي؟ ما هو الشيء الذي أشعرك بالامتنان اليوم؟ تكتب مهما كان بسيط، مكالمة تليفون، إنجاز صغير. ما الذي يمكنني لتحسين مشاعري غدا؟ ايه اللي اقدر اعمله عشان احسن من مشاعري غدا؟ تغيير عادة، روتين، تحسين روتين، او طلب دعم. التمرين ده مهم جدا يا جماعة لتقييم مشاعرنا اليومية. اتمنى اكون فدتكم. كان معاكم كوتش ايمان محمد في ملخص لايف عن نفسيتك مسؤوليتك، نفسك ونفسيتك مسؤوليتك. لازم نعرف ان نفسنا دي امانة ربنا اداها لنا، هنتحاسب عليها. عليكم انفسكم، يعني جيت عليكم انفسكم دي في سورة المائدة. علينا تهذيب نفسنا، التواصل معاها برحمة، بتراحم، بفهم، بحب، بصدق. فاحنا كلنا من هنا ورايح هيبقى عندنا وعي جديد بنفسنا، وعي احسن واحسن واحسن ان شاء الله. مع السلامة.